فرق كبير بين المرشح الألماني والمرشح العراقي على البرلمان. اليوم هل شوفوها قدامكم 4 شوارع، واحد، هاي 2، هاي 3 وذاك الرابع، 4 شوارع بس. هاي الصورة مرشح مخلينا هذا المرشح حتى يرشحونه على البرلمان الألماني. شوف الفرق، المرشح العراقي صلوات على محمد والمرشح الألماني. تعال خلنا نسولفكم. المرشح الألماني ما شفته أنا قبل الانتخابات يطلع بالشوارع ويفتر ويعين كريم ويعين عبوسي ويعطي بطانية الفهيمة وينطي رصيد أبو ال20 الكريمة، ولا شفت وده مواطنين يوديهم سفرات لإيران واللبنان. هذا بألمانيا ماكو عندنا. المرشحين الموجودين هسه حاليا ينتخبوهم على قبة البرلمان هو منتخب من قبل المواطن الألماني، والمواطن الألماني ما يقبل على نفسه ينطون رشوة بطانية وتعال انتخبني. المواطن الألماني ما يقبل على نفسه يعطونه سفرة وتروح سفرة وتعال انتخبني. المواطن الألماني ما يقبل على نفسه أن يعطونه فليسات أو يعينوه بدائرة حكومية وتعال رشح فلان. هذا ممنوع منعا باتا عندنا، لأن ألمانيا ناجحة، والله يحفظ ألمانيا ويحفظ شعبها ودولتها ناجحة. احنا عندنا موجودين ما شاء الله، إذا يريد يرشح على البرلمان يوصي منه ويوصي قرايبه. هو كان ما بحال قرايبه ولا يعترف بيهم، وصى قرايبه، لزقوا له صور مصخمه مالته، يلا جيب هذا، انطي هذا بطانيه، سجل بالتعيينات، ودي سفره لايران، ودي سفره لمصر، جيبه. انتم قبل الانتخابات وين؟ قبل الانتخابات وين؟ عجب المواطن العراقي يقدر ينتخب برلماني يرشيه بتعيين لو بسفره لو ببطانيات 2.